ليه عيد الغطاس هو عيد الاستنارة أو بنسميه عيد الظهور الإلهي؟ تعالوا سوا نكتشف إيه اللي حصل عند نهر الأردن وغير تاريخ البشرية للأبد. في قلب الشتاء مع برودة شهر طوبة بتشرق الكنيسة القبطية بنور عيد الثيوفانيا أو عيد الظهور الإلهي اللي هو عيد الغطاس المجيد. هو مش مجرد ذكرى وبس، ده استعلان للثالوث القدوس على نهر الأردن. النهاردة بنحتفل باليوم اللي انفتحت فيه السماوات وبدأت فيه رحلة خلاصنا بالماء والروح. طب ليه بنحتفل؟ بنحتفل لأن الرب يسوع وهو القدوس الذي بلا خطية نزل المية عشان يقدس طبيعتنا. في اللحظة دي ظهر الآب بصوته من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. والابن في المية والروح القدس على هيئة حمامة، وعشان كده بنسميه عيد الظهور الإلهي. ده اليوم اللي تأسس فيه سر المعمودية، باب الخلاص لكل مؤمن. وعشان الحدث ده عظيم كان لازم اللي يقوم بيه شخص استثنائي: يوحنا المعمدان. يوحنا هو السابق اللي جهز الطريق، وهو الصابغ اللي مد ايده وعمد رب المجد. يوحنا هو الملاك اللي تنبأ عنه الأنبياء ووصفوا الكتاب إنه صوت صارخ في البرية بنسكه العجيب، ولبسه من وبر الإبل ومنطقته الجلد كان مثال للاتضاع، وهو بيقول: ينبغي أن ذلك يزيد وإني أنا أنقص. هو أعظم من ولدته النساء والشاهد الأمين لنور المسيح. كنيستنا القبطية بتعيش العيد ده بطقوس فريدة. بنبدأ بصلاة اللقان والمية اللي بتتقدس بالصلوات عشان تكون بركة لبيوتنا وأجسادنا. أما في بيوتنا المصرية الأصيلة فالعيد ده ليه طعم تاني خالص: القصب اللي بيرمز للاستقامة والنمو، والقلقاس اللي بيدفن تحت الأرض زي المعمودية بالظبط عشان تطلع منه حياة جديدة، والشموع اللي بتنور البرتقان في إيدين الأطفال. كلها رموز بتحكي قصة النور اللي غلب الضلمة. عيد الغطاس هو دعوة لكل واحد فينا عشان يفتكر معموديته ويجدد وعوده دايما مع ربنا. كل سنة وانتم طيبين ومنورين دايما بنور المعمودية وفرحانين بظهور ربنا في حياتكم.